السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. مرحب بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. ناس كتير بعتت لي أسئلة عن إن الموتور أو المكنة بتنحر وأنا طالع على الأولاني. أنا ايه الحل؟ مع إن أنا لسه عامل عمرة قريب ورحت للميكانيكي، قال لي أنا ما ينفعش أغير لك ورق الدبرياج ولا اعمل لك فيه حاجة علشان هيبقى فيه مشكلة. وانا بقول لك مفيش مشكلة خالص، بس تابع الفيديو ده للاخر. واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر التنبيهات علشان يوصلوا كل جديد. تحياتي ليكم، اخوكم هاني المحلاوي. في الاول وقبل كل حاجة بدأنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، ده ورق الدبرياج وحلة الديسك وكل حاجة قدام حضراتكم شايفينها. دلوقتي احنا عملنا غيرنا ورق الدبرياج بحلة بالديسك بتاعها كامل وكل حاجة، وعملنا البرشام بتاعها قفلناه زي ما كان جاي في الموتور اول ما اشترينا التوك توك. ولكن هيكون في هنا مشكلة، ان انت لو انت لسه عامل عمرة من فترة قريبة وجيت تركب ورق الدبرياج، لازم يكون في مشكلة تحصل في العمرة اللي انت لسه عاملها. والمكنة ممكن ده بنسبة 80% هتدخن منك. الحل ايه بقى؟ الحل ان انت تجيب على نفس البسم اللي انت عامله قبل كده، بس هتعمل حاجة بسيطة جدا، هي هتجنبك ان المكنة تدخن او تاكل زيت او اي حاجة. زي ما انت عارف ان الموتور ممكن يحصل فيه مشكلة، المكنة تدخن منك لو انت عملت ورق الدبرياج وغيرته، لان قوة الموتور بتتضاعف، يعني بيكون في قوة زايدة على البستم. فاحنا هنجيب البستم وهنشيل زي ما انت شايف كده، هنشيل الشنبر ونركب طقم شنبر جديد الاصلي، التوكيل بتاع الشركة، ونركب، وهيرجع بقى الموتور زي ما هو وتلين شوية ساعة ساعتين، يعني بالكتيرة خالص ممكن ليلة تلينها يطلع الموتور فابريكا زي ما كان، مش هيكون فيه اي دخان ولا اي مشاكل ان شاء الله. وطبعا احنا الدعم بتاعكم احنا بيهمنا ان احنا نقدم لكم كل حاجة وكل ما هو جديد في عالم الميكانيكا، في التوك توك وفي الموتوسيكلات وفي كل حاجة تهم المشاهد. وطبعا بنتمنى رضاكم، ونتمنى الدعم بتاعكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد، واحنا دايما عندنا الجديد. وتابعونا ان شاء الله مش هتندموا. احنا بنحييكم وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يسترها على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم هاني المحلاوي.